أهلا وسهلا. في هذه الحلقة غادي نهضروا على أهمية إدارة المشاريع، ولكن قبل ما نبداو بغيتكم تعرفوا بأن إدارة المشاريع ماشي شي حاجة جديدة. فمثلا إلا شفنا الأهرامات، سور الصين العظيم، تاج محل، غادي نعرفوا بأن إدارة المشاريع كانت هذه سنين. وهذا الشيء علاش؟ حيت عندها أهمية ضرورية باش ننفذوا المشروع ديالنا، حيت تنفهموا الخطة، تنفهموا كيفاش نسيروا، كنفهموا كيفاش نتعاملوا مع الناس إلى آخره. قبل ما نهضروا على أهمية إدارة المشاريع، أجي نعرفوا لا ما درناش هاد الإدارة هادي شنو يقدر يوقع. أول حاجة هي أننا ما تنفهموش الحاجيات الزبون ديالنا، ما تنكونوش عارفين مزيان شنو غادي نقدمو كمنتوج ولا كخدمة. هادشي يقدر يأثر علينا في الرضا مع الزبون، يقدر أحيانا الميزانية ما تتقدناش، يقدر أحيانا أخرى ما تنحترموش الوقت اللي اتفقنا عليه مع الزبون إلى آخره إلى آخره. يعني شنو هي أهمية إدارة المشاريع؟ هناك أمثلة ولا هناك بزاف ديال الحاجات اللي تنستافدو منها ملي تنطبقو إدارة المشاريع. مثلا أول حاجة عكس داكشي اللي قلنا قبيلاتي، هنا تنفهمو مزيان شنو بغا الزبون ديالنا المعنيين بالمشروع، تنفهمو الأهداف وتنفهمو التوقعات اللي يقدروا يوقعوا لينا، وتنفهمو حتى المخاطر اللي نقدروا نواجهوها من بعد وكيفاش نتعاملوا معها لو وقعت وحنا خدامين على المشروع ديالنا. كذلك الا جا شي تغيير من عند الزبون تنعرفوا نتعاملوا معاه، تنحترموا الميزانيه وتنحترموا الوقت وتنخليو الزبائن ديالنا راضيين. وهذا الشيء تيخلي السمعه ديال المشروع ديالنا جيده والسمعه ديال الشركه ديالنا جيده. هذا الشيء علاش حتى نتوما خصكم تقراو اداره المشاريع. ماشي بالضروره تنعاودها خصك تكون خدام في المشاريع، ماشي بالضروره خصك تكون غادي تخدم على مشروع، ولكن حيت هذا المجال غادي يفيدك في ابسط الامور. تنهضروا على المهارات ديال التخطيط، مهارات ديال التواصل، مهارات ديال التأقلم إلى آخره. تبعوا معايا باش تزيدوا تعرفوا إدارة المشاريع وتزيدوا تعلموا مهارات أخرى اللي غادي تنفعك في حياتك وفي المشاريع ديالك.